عاجل عاجل يا أيها الشعب السوداني، وخطير شديد، خطير 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 يا إخواننا. الناس تشير إلى كل الدنيا. عبد الواحد حمدان دغلو عمل صفقة سرية مع الجنجويد الرباطة في نيروبي بمبلغ 15 مليون دولار عشان يفتح للجنجويد الرباطة اللي هو مستشفى في منطقة قرلانبان بجبل مرة عشان يعالجوا الجرحى بتاعت الدعم السريع. وكذلك الصفقة ده من بنودها أنه عبد الواحد يفتح مطار لميليشيات الجنجويد الرباطة في مدينة الدربات حاضرة محلية شرق جبل مرة عشان ينزلوا الإمدادات للجنجويد الرباطة، الإمدادات اللي جاية من الإمارات ومن الدول الداعمة للجنجويد. والإمدادات ده يا إخواننا يعني حتجي عبر المنظمات الإنسانية. لازم تنتبهوا أيها الشعب السوداني، دي معلومات مؤكدة 100%. لكن الرفيق يوسف كرديكولا له التحية والتقدير رفض الصفقة، وعبد الواحد الآن بيحاول يقوم بتصفية الرفيق يوسف كرديكولا رئيس هيئة أركان حركة جيش تحرير السودان. الناس تشير اللايف ده إلى كل الدنيا، الناس تشير إخوان اللايف ده مهم جدا.